عزيزي المشجع الجميل، لابد من كل واحد اهلاوي انه يبعت رسالة شكر واعزاز وتقدير واحترام وكل حاجة حلوة منه لإدارة نادي الزمالك على اللي عملته مع الاهلي، وبنت الجدعنة اللي ما يتعملش من اي حد ده يا صديقي. بنت بصراحة لو انت كنت يعني طلبته منهم ما كانوش عملوه، لو كنت دفعت ما كانوش عملوه، لكن الناس يعملوا لك كده بكل بساطة واريحية. الا وهو عدم لعب مباراة الاهلي والزمالك. حرفيا انت بتجني ثمار عدم لعب المباراة دي حتى الان يا صديقي. بعد 3 مباريات متتالية من انسحاب نادي الزمالك انت بتعمل كل حاجة في الكورة. ماتش الزمالك ده لوحده كان ماتش قمة، كان ماتش يعني ديربي، ماتش بطولة منفصلة، فمجهود بدني وذهني وحاجات كده كانت ممكن تخرجك من الماتش ده، وممكن باصابات لعيبة تخرج من الماتش ده مش قادر تكمل الدوري ومش قادر تكمل المطوشة بالحلاوة والجمال ده. النهارده نادي الزمالك جه قال لك خد يا معلم 3 نقط واستريح لك اسبوع كده وتعالى فريش فايق ولياقتك البدنيه حلوه، وانزل بقى ومتعنا بعد كده عشان نشوف ايه الجمال والحلاوه اللي احنا بنشوفها دي بعد 3 مباريات من انسحاب نادي الزمالك. الاهلي النهارده بيعمل مباراه فنيه على اعلى مستوى. النهارده انت الشوط الاول عملت كل حاجه في الكوره. انت الشوط الاول النهارده كنت تقريبا في نهايته بتتمرن، في نهايته بتعمل تقسيمات وحاجات. ولوز العنب النهارده مع فريق مستسلم تماما، فريق مش قادر يا عيني يطلع من بره منطقته الدفاعيه. بصراحه انا مستغرب من الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي دي. انتوا يا جماعه امتى هتهاجموا؟ ما انت كده كده يابا هتشيل. يعني الشوط الثاني لما بدات تتخلى عن دفاعك شويه، لما بدات تخرج الى حد ما وتهاجم النادي الاهلي، اي نعم ما كنتش بتروح والكره اللي رحت بيها جبتها جون، بس ما علينا من الحته دي. ولكن انت دخل فيك جون واتنين بس رحت عملت شكل وهجمه جبت فيها جون. فاذا انت عملت لك منظر حلو. ليه ما بتلعبش كده من الاول؟ ما انا كده كده خسران الماتش، ليه بنلعب بالتكتلات الدفاعيه دي؟ ولكن بقى الحلو عند الاهلي، الحلو عند الاهلي ليه؟ هتقول لي يا عم بلال ما هو ماتش عادي جدا وفريق الداخليه فريق تعبان يعني مع احترامنا له. لا يا صديقي، النهارده انت كنت دايما بتعاني في المباريات اللي زي دي، بدليل ان نفس الفريق ده انت لسه لعبه من 15 يوم كان معقرب معاك وكسبت يا دوبك 2-1 بالعافيه، وان النهارده انت بتكسبه باريحيه واتعلمت من المباراه الاولى. والاهلي فعلا اتعلم من بعض المباريات اللي كان بيضيع فيها بشكل كبير جدا. انت النهارده مارسيل كولر جه عمل لك تشكيل الثابت بتاعك، التشكيل اللي هو متعود عليه بقاله فتره، الشناوي وكريم فؤاد شمال ومحمد هاني يمين، وقلب دفاع ربيعه وعبد المنعم، حاجه حلو. خط الوسط السوليه وامام ومروان جميل جدا، وسام ابو علي راس حربه، اجنحه معاك الشحات وعبد القادر. النهارده لعبد القادر اللي عمل شوط اول ولا اروع ولا اجمل من كده يا صديقي. ما تلاقيش شوط اول فعلا حلو قوي من عبد القادر، وانت نزلت كالبدايه وكالعاده مع التشكيل اللي قلت لك دي. انت نزلت باريحيه اول 5 دقائق 6 دقائق من النادي الاهلي، جس نبض كده وتمشيط كوره والكلام ده كله، ويشوف الفريق اللي قدامه ده هيعمل ايه. والكلام اللي بيحصل مع الاهلي بقاله فتره ده اللي هو اول 5 دقائق اول 7 دقائق بينزل هادي على الهادي يا زبادي، وشغل ايه تنقيل كوره ونقل كوره وحاجات من كده. ولكن اول تسديده في الدقيقه 6 من امام عاشور، من ساعتها بقى نبتدي الشغل ونبتدي نروح ونبتدي نهاجم. وبالفعل الاهلي من الدقيقه 6 بدا يهاجم بشكل كويس جدا مع تسديد امام عاشور لعاله العارضه. بعد كده بدات تروح باكتر من كوره عبد القادر وتوغلات عبد القادر، وفي الدقيقه 14 هدف اول للنادي الاهلي، ولكن الحكم يلغيه بعد ما رجع ليه تقنيه الفيديو الفي ار ولغى الجون. بعد كده النادي الاهلي يسكت؟ لا، يفضل على ضغطه مستمر، يفضل يروح ويجي. وفي الدقيقه 35 الهدف الاول من وسام ابو علي، واسيست مش اسيست، هو يعتبر الجون كله بتاع حسين الشحات، هو اداها له وهو فاضي. وسام ابو علي اللي في الدقيقه 35 تقريبا لحد الدقيقه 35 نص ساعه انت ما سمعتش اسمه وسام ابو علي، ولكن في اول كره ليه بيجيله بشكل كويس بيقدر يسجل منها الهدف الاول. وبعد كده تحس ان الجون ده فتح نفسه وسام ابو علي، ويلا بقى ندوس ويلا بقى نودي، وهوبا يروح بواحده الثانيه هوبا ضربه جزاء لوسام ابو علي بعد ما لمست ايد المدافع، وبيخش وسام ابو علي بكل اريحيه ويجيب الهدف الثاني والدنيا حلوه. بعدها على طول في الدقيقه 44 وسام ابو علي بيضيع كوره. ما تضيعش يا عم وسام، الهاتريك بقى يا سيدي، الهاتريك يلا
ولكن تضيع كوره بغرابه شديده عشان ينتهي الشوط الاول 2-0 للنادي الاهلي في شوط تقريبا النادي الاهلي عمل فيه كل حاجه وخلق فرص كتيره جدا. يمكن لما تبص 2-0 على عدد الهجمات اللي جت للاعيبه النادي الاهلي والفرص المحققه، ولكن في المجمل انت طالع كويس، انت بتعمل فرص حقيقيه 100%، بتضيع بس في النهايه انا خارج 2-0 على الاقل، وده شيء مرضي جدا ما كناش بنشوفه في المباريات اللي فاتت. شوط اول انت كنت بتعمل تقسيمه حرفيا على فريق الداخليه، وكان في شغل وكان في تكتيك النادي الاهلي كان بيجربه في الملعب، وفي جمل متحفظه في التمرينات فعلا كانت بتطبق النهارده وشفناها باكتر من كوره. شفنا كريم فؤاد لما شاط وجت في العرض، شفنا الشحات لما راح ضيع، شفنا عبد القادر برضه لما ضيع. فاذا انت النهارده ضيعت بس في المجمل كشوط اول خرجت 2-0. نيجي بقى للشوط الثاني، وبدايه الشوط الثاني فعلا بنفس الضغط النادي الاهلي اللي نهى بيه الشوط الاول هو نزل ضاغط بيه ونزل مستحوذ ونزل مسيطر على مجريات الامور قدام فريق مستسلم، يعني ما تفهمش ليه، بس ما علينا. فضل الاهلي ضاغط في الدقيقه 59 وباصه في نص الملعب من الشحات لامام عاشور اللي بيشوط كوره. ايه ده؟ ايه يا واد يا ابنه ده؟ ايه الجمال ده؟ بلياردو شوطه يعني كان بيحرجم عليها بقاله فتره. في الدقيقه 59 بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي علشان فريق الداخليه يستسلم تماما، والنادي الاهلي يبتدي بقى يفرد كل خطوطه ويفرد سيطرته بالطول والعرض، وفريق الداخليه قدامك مش قادر يعمل حاجه. بعد كده بيجي بقى مارسيل كولر وتغييرات مارسيل كولر. في الدقيقه 70 بينزل عمر كمال عبد الواحد اللي رجع بالسلامه، وحمد لله على السلامه يا عم عمر، ويخرج كريم فؤاد ويسحب حسين الشحات ويدخل مكانه رضا سليم، ويسحب السوليه وينزل قفشه عشان خاطر النادي الاهلي يبتدي يهاجم اكتر، يبتدي يروح اكتر. السيطره كانت عند الاهلي برده ما زالت مستمره، ما زالت قائمه. النادي الاهلي عمل كل حاجه، وال20 دقيقه اللي لعبهم رضا سليم حسيت برده في تذبذب الى حد ما في ادائه. حسين الشحات يمكن كان عامل طفره احسن من رضا سليم اللي بصراحه مستواه مش عارف فيه ايه اليومين دول، ولكن كان النادي الاهلي مسيطر، كان النادي الاهلي ضاغط بشكل كبير جدا ومستحوذ على مجريات الامور. واول كره بقى في الدقيقه 90 نشوف فيها الشناوي، يمكن الشناوي ده انا ما شفتوش طول المباراه ما شفتوش تمام. اول كره بتروح يعني في خطا ساذج جدا من الدفاع، الكره بتوصل لمهاجم الداخليه اللي بيروح البديل اللي بيروح ويسجل الهدف الاول لنادي الداخليه والهدف الشرفي لنادي الداخليه. وبعدها بدقيقتين تقريبا عمر كمال عبد الواحد يا ابني، يعني بصراحه مهما رحت ومهما جيت الحلو هيفضل حلو. عمر كمال عبد الواحد بيقطع الكرة بشكل حلو جدا، بيسلمها رضا سليم اللي بيبصها له تاني بشكل ولا اروع بعد تحرك هايل جدا 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 من عمر كمال اللي دخل وفتح ولعب كجناح كده واستلم الكرة، وفيها اثار للنفس بشكل كبير جدا. بيلعبها لامام عاشور بشكل اللي بيركنها وكأنه بيركن ضربة جزاء، الهدف الرابع للنادي الاهلي. ويأبى النادي الاهلي ان هو يخرج اقل من 4 زي المباراة الماضية، ورباعية حلوة جميلة 4-1. اي نعم الواحد ده ملوش لازمة، ولكن خلينا نتكلم على مجريات الامور وعلى الحلو اللي في النادي الاهلي. الدفاع محتاج يتظبط شوية، لان بصراحة لما يكون كرة واحدة هي اللي تروح عليك وتيجي جون فده قصور رهيب. ده انت كده 100%، يعني 100% اخطاء. كرة واحدة بجون فده في خطأ وفي سرحان شوية، ممكن تقول الماتش بينتهي و3-0 ويعني اطمئنان، فممكن نعذر شوية، ولكن ممكن في متوشة تاني الامر ده مش هيكون مستحمله تماما. ونيجي بقى لعمر كمال عبد الواحد، بصراحة لازم تديله حقه. اللاعب بصراحة مجتهد تماما، واول ما نزل فعلا عمل شغل هايل جدا. وزي ما قلت لك الحلو يا ابني هيفضل حلو، وحمد لله على السلامة يا عمر. ونيجي ايضا للاعب التاني لازم نديله حقه تالت ومتلت، وسام ابو علي زي ما قلت لك يمكن 35 دقيقة انت ما شفتوش، بس وقت ما بتيجي الكرة فينش جون يا على طول. هو ده المهاجم اللي انت محتاجه. انا محتاجك تعمل ايه؟ تجيب اجوال. بس 35 دقيقة يمكن ما راحتلوش الكورة، ما ضيعش كور، ما سددش، ما عملش انه ما فيش كورة اتلعبت له، كان بيسقط كتير وبيقوم بدور المحطة عشان خاطر الاجنحة زي عبد القادر والشحات يقوموا بشغلهم، وبالفعل كانوا عاملين شغلهم عالي جدا. لما الدنيا اتقلبت بعد نص ساعة بدأ الاجنحة هي اللي تسقط لتحت شوية ويودوا وسام ابو علي هو اللي يكون في الصندوق. فعلا قدر ان هو
يحقق التارجت ويجيب جون ويعمل ضربه جزاء ويسجلها، وكان هيجيب الثالث في الدقيقه 44. وهو ده المهاجم اللي الاهلي محتاجه، ونتمنى له التوفيق باستمرار وسبب علي، وربنا يا ابني يبعد عنك الاصابات. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات في المباراه، اعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.